السلام عليكم. النهارده هنعمل الشاورما السوري بنكهه مصريه، طريقه سهله جدا وبسيطه وتتبيله خفيفه جدا. بجد الطعم بتاعها حكايه، مش هتشتريها من بره تاني ابدا، طعمها رهيب جدا. وهنعمل التوميه السريعه بتاعت المحلات بره بطريقه سهله جدا وبسيطه. احفظي الفيديو ده عندك عشان هتحتاجيه كتير جدا الايام الجايه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص على الابواب، ربنا يجعلها يا رب ايام سعيده علينا. يلا بقى نبتدي نشوف الكمان ده عملناه ازاي. هتجيبي عندك اللحمه بتاعتك، اي قطعه لحمه عندك يعني، قطعيها قطع صغيره وتكون رفيعه، يعني القطعه تبقى بتاعتها رفيعه. ومعانا كمان نسبه من الدهن، يعني لو عندك ليا او نسبه من الدهن ديت حلوه قوي عشان تدي معاكي النكهه والطعم الاصلي بتاع شاورمه اللحمه اللي بتشتريها من بره. بعد كده 3 معالق زيت زيتون، تلت كوبايه خل، معايا كمان البهارات، معلقه بهارات لحمه، نص معلقه كركم، نص معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسمر، وحط الملح بتاعك على حسب كميه اللحمه. 3 فصوص توم مهروسين حلو جدا. وابقى اتبل التتبيله دي كويس جدا واقلبها كويس جدا مع بعض لحد ما تشرب التتبيله بتاعتنا وتتغلف اللحمه كلها بالتتبيله دي. بعد كده بقى الفها بستريتش واسيبها في التلاجة على الاقل ساعتين لليله كامله عشان خاطر ايه بقى، يعني تشرب التتبيله دي كلها. بعد كده تعالي نحضر بقى التوميه بتاعت السريعه بتاعت المحلات بره. عندنا هنا كوبايه ونص ميه، عليها معلقه ونص نشا، مش اكتر من كده عشان ما تقلش مننا قوي. بعد كده هقلبها كويس جدا وارفعها على النار واقلبها كويس لحد ما تحسي ان القوام بقى ايه، وصل للمهلبيه كده. بس هنا زادت معايا شويه فقلبتها كويس جدا، قلبتها تاني لحد ايه ما فكت شويه. بعد كده هبتدي انت ايه تضربيها بقى وتعملي التوميه بتاعتك. هتنزلي بالنشا اللي احنا عملناه دوت، وبعد كده هتنزلي عليها بالزيت بتاعنا، وكمان عليها 4 فصوص توم حلوين كده، وعصره نص ليمونه. وهضرب الاول الكلام ده كله مع بعض كويس جدا جدا جدا، صح ما ننساش الملح بتاعنا. وانزلي بقى بالزيت، سرسوب زيت كده وانت ايه عماله تضربي، ونزلي التوم بتاعك. وبعد كده تبتدي انت تضربي كويس قوي قوي لحد ما هتوصلي للقوام الكريمي كده، يعني الزيت ده هيفكها معاكي وتحسي ان انت يعني تضرب معاكي قوام ايه كريمي. بعد كده تكوني محضره عندك المايونيز، اي نوع بقى مايونيز عندك، وتروحي جايه نازله بحوالي ربع كوبايه، يعني ربع كوبايه من المايونيز كده، وتضربي كويس جدا 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 لحد ما توصلي للقوام بتاع التوميه بتاعت المحلات اللي بره ديت. بجد الطعم بتاعها حكايه زي الجاهز بالظبط. طريقه كده ايه سهله واقتصاديه، وبتاعت المحلات فعلا هما بيعملوا الطريقه ديت عشان ايه بتبقى اقتصاديه ومعاك الطعم حلو. بعد كده جيبي الطاسه بتاعتك وتسخن كويس جدا. اول ما الطاسه تسخن انزلي عليها بقى باللحمه بتاعتنا او الشاورما بتاعتنا، مش هنحط زيت لان احنا كنا حاطين زيت في التتبيله اساسا. وابتدي بقى قلبي كده عليها، تقلبي لحد شفتيها هي نزلت الميه بتاعتها اهي. قلبي بقى عليها لحد ما ايه تنزل الميه بتاعتها. تكون انت مقطعه عندك بصل جوانح، قلبيها مع بعض كويس جدا برضو. اول ما البصل معاكي يدبل تكوني محضره عندك الفلفل الالوان بتاعك، فلفل رومي اخضر وفلفل اصفر واحمر وبرتقاني بقى زي ما انت عايزه، حضري الوان الفلفل كلها. بعد كده هننزل بالفلفل الالوان عليها بس بعد ما البصل يدبل خالص، وقلبي كويس جدا مع بعض، وتقلبي بقى كويس لحد ما ايه الفلفل يدبل بقى وينزل ميته مع البصل مع كل دوت. مش هتحطي اي ميه خالص، هي البصل والفلفل وكل التوابل اللي حطيناها هتنزل بقى النكهه بتاعتها وهتسوي الشاورما بتاعتنا. طريقه سهله جدا وبسيطه، ما خدتش اي وقت خالص. طريقه يعني اسهل طريقه للشاورما السوري كده بنكهه المصريه بتاعتك. هاتي بقى العيش التورتيه بتاعك او التورتيلا على حسب ما بتسموه، وابتدي ان انت ايه طب ايه جنبين كده انزلي بالتوميه بتاعتك الاول. افردي التوميه بتاعتك، وبعد كده هتبتدي تحطي ان انت الشاورما بتاعتك، حطي بالكميه اللي انت عايزاه. عايزه تحطي كمان بطاطس محمره جواها، وتحطي كمان قطع خيار، الخيار المخلل السريع هنزلكم برضو، احط لكم الفيديو بتاعه من جوه بس. ولفي بقى السندوتش بتاعك من الجناب كده. وبعد كده ابتدي ان انت ايه جيبي الجريلا بتاعتك وتروحي جايه ايه دهناها كده مسحه سمنه كده، وتحطي الساندوتش بتاعها عشان تاخدي الشكل العلامات اللي هي بتاعت المحلات بره. فعلى الطاسه الجريل بتاعتك اللي هي بتكون فيها المضلعه ديت، وتروحي جايه حطاها عليها. الساندوتش هتلفيه من كل جهه، هيعمل معاكي بقى الشكل ده بس. وحطي من جوه زي ما انت عايزه، مش عايزه انت تحشي لحمه بس، حطي من جوه خيار مخلل، وحطي كمان بطاطس محمره، حطي اللي انت عايزاه مع الساندوتش من جوه. ونزليه بقى على الطاسه بتاعتك وبألف هنا وصحه عليك. من بقى وحطي ما تنسيش تاخدي من التتبيله بتاعت يعني مطرح اللحمه اللي انت عملتيها بيكون فيه صوص كده من تحت، خدي من الصوص ده كده وحطيها على الساندوتش كده بالفرشه من فوق، هيدي طعم رهيب للشاورما ذات نفسها. يعني انت كده بس وهو على الطاسه بتاعتك يعني.
طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتشتري تاني من بره ابدا الشاورما السوري ابدا، يعني شاورمة اللحمة بعد كده مش هتشتريها من بره. طريقة سهلة جدا وبسيطة وهتعمليها في البيت، وبجد الطعم بتاعها حكاية. ما تنسيش تاخدي من الصوص اللحمة بتاعتك ذات نفسه وتروحي جاية ماسحة بيه السندوتش من فوق. يا سلام بجد يا جماعة، مش خطير رهيب. وقلبي السندوتش بتاعك على كل الاتجاهات عشان ياخد معاك الشكل ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة وبياخدش اي وقت في التحضير. لو عجبكم الفيديو والطريقة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. قولوا لي ايه رأيكم بقى في الوصفة الجميلة بتاعتنا دي، واحفظي الفيديو عندك هتحتاجيه الايام الجاية كتير جدا جدا. خلاص رمضان على الابواب وكل سنة وانتم طيبين، احنا في نص رجب. ربنا يجعلها يا رب ايام سعيدة علينا يا رب ومفترجة، ويتقبل مننا صيامنا يا رب. شايفين الجمال؟ بجد حاجة فاخر من الاخر. طعمها حكاية رهيبة رهيبة رهيبة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.